الحلول اللي اتصدم جالي اكتر من 150 مسج بخصوص احمد التوكسيك. كل دول بنات تكسكتوا عليهم. مستنيه بقى باقي التجارب بتاعتكم مع احمد التوكسيك عشان هطلع لهم بالفيديوهات. والنهارده معانا ملك التوكسيك احمد الفيشاوي. احمد الفيشاوي يا جماعه اتجوز 6 مرات. اول زوجه لاحمد الفيشاوي هي هند الحناوي مهندسه ديكور، والجواز كان غير معلن. هند الحناوي ساعتها كانت حامل والفيشاوي ما اعترفش بالبنت، اضطرت ان هي ترفع قضيه عشان تثبت نسب لينا. عيله الفيشاوي قعدت فتره كبيره مش معترفه بلينا، بس بعد كده اعترفوا بيها. الجوازه الثانيه كانت وسام عاطف، وقعدوا مع بعض شهرين بس. بعدها وسام اتهمت احمد الفيشاوي ان هو سرق شبكتها خاتم سوليتير. الخاتم ده ثمنه 100,000 جنيه. في 2007 ساعتها كان مبلغ كبير. عملت له محضر بعدها واتطلقوا. والثالثه كانت الألمانية دينيس وولمان، وهو معدي كده على ألمانيا خبط فيها. حصل قصة حب خطيرة مريعة قعدت واستمرت لمدة أسبوع وبعدين انتهت. دينيس ساعتها كانت حامل والفيشاوي مشي. ده برضه الفيشاوي ما اعترفش بابنه، فدينيس رفعت عليه قضية نسب. كسبت القضية والفيشاوي اعترف بابنه تيتوس، وبكده بقى الفيشاوي اعترف بولاده لينا وتيتوس. نفسكوا طويل معانا. رقم 4 المذيعة اللبنانية رولا الدبس، وساعتها رولا كانت بالحجاب. بعدها خلعت رولا الحجاب وقالوا ان الفيشاوي كان سبب. 5 بقى دي كان اسمها ليلى بس ملهاش صور خالص. الفيشاوي هو اللي صرح بيها في الاعلام، وكمان كان عامل تاتو باسمها. يا فرج الله. السادسه كانت ندى الكامل، وقعدوا مع بعض 4 سنين وانفصلوا عادي من غير مشاكل. وصرح الفيشاوي ان هو كان ناوي على ال7 وهي شيرين رضا، بس هي ما بتحبوش. علشان هي ما بتحبنيش. احبها قوي وبموت فيها. ده ايه يا فيشاوي؟ ده فضا ده ولا ايه؟